ما علاقة البكتيريا النافعة بالكبد؟ كل هذا راح نكتشفوه اليوم. لماذا يجب علينا حماية كبدنا؟ حلقة جديدة مع الدكتور سامي. ما عليك إلا تفتح مخك وتجيب كاس نعنع وتحضر ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ. لماذا يجب علينا حماية كبدنا؟ في زمننا المعاصر ومع تطور الأبحاث توصل العلم إلى عدة حلول لمشاكل الكبد. لو تكلمنا على الالتهاب الكبد الفيروسي من النوع B، نحن ملقحون ضده في تلقيحات عم تنعمل للأطفال الصغار لكي يحموهم من هذا المرض. مثلا الالتهاب الفيروسي من النوع C، في أدوية وعلاجات فعالة ضده. رغم هذا التطور العلمي إلا أنه فيه انتشار كبير لحد الآن بأمراض الكبد. كيف نفسر هذا؟ كما نلاحظ ارتفاع كبير في سرطانات الكبد. في وقت مضى هذه المشاكل الكبدية كانت مربوطة بالفيروسات، إلا أنه حاليا الأمراض الكبدية مرتبطة بنظام العيش مقارنة مع الأعضاء الأخرى. والحمد لله أنه الكبد عنده خاصية التجديد، بمعنى لما يكون فيه مرض في الكبد، لما نغير نظام عيشنا راح نلاحظ أنه المرض بدأ يختفي. الشيء العجيب كذلك أنه الكبد ما بيصدر ألم لما يكون مريض. لو نقارنه بالقلب، لما يكون فيه ألم كبير في القلب هنا نكون وصلنا إلى حالة خطيرة. الكبد لا، الكبد عبارة عن عضو صامت، وكل هذا بسبب أنه الكبد ليس فيه نهايات عصبية. النهايات العصبية الخاصة بالألم في غلاف رقيق جدا فيه نهايات عصبية. لما يكون فيه تضخم في هذا الكبد راح نحسو نوع من الثقل في كبدنا. الكبد موجود في الجهة اليمنى، راح نحس أنه فيه ثقل، وهذا وفقط. ما راح يكون فيه ألم شديد، بمعنى أنه الكبد ما راح يبعث لك رسالة مباشرة، راح يبعث لك رسائل غير مباشرة وإنت لازم تكتشفها. باعتبار أنه لما نسمع هذه الرسائل ونحمي كبدنا راح نعيش حياة صحية ولمدة أطول بدون أمراض. لأنه الكبد من أعظم الأعضاء في جسم الإنسان، له وظائف ما بتتخيلوها، وظائف كبيرة جدا. التفاعلات الموجودة في كبدنا لا تعد ولا تحصى. كيف سيتكلم معنا كبدنا؟ برسائل بسيطة جدا، بسيط جدا. راح تحكم شريط الخياطة، مسطرة طويلة جدا، وراح تلفها على مستوى الخصر، على مستوى السرة، سواء كنت رجل أو كنت امرأة. راح تشوف النتائج. وهنا إذا بالنسبة للرجال إذا لقيت الرقم فوق 94، لو نتكلم حول الغرب الرقم ما لازم يفوت 94. بالنسبة لمناطق الحوض الأبيض المتوسط والشرق الأوسط هنا يمكن إضافة سنتيمترين أو 3. أما بالنسبة للنساء ما لازم يفوت الطول 82 في من 80 إلى 85. لما راح نفوت هالرقم هنا فيه رسالة مشفرة، فيه رسائل أخرى، وهي التحاليل الدموية يلي بنقوم فيها بالمخبر. تحاليل السكر، تحاليل الكوليسترول، وتحاليل إنزيمات الكبد. هذه التحاليل الأفضل القيام بها لما يكون في طول يلي قسناه بالمسطرة كبير جدا. كلما زاد الطول لازم عليك أنك تروح تكشف عند الطبيب أو في المخبر. يا صديقي، لو تسألني ما هو دور الكبد، لماذا منذ 10 دقائق أو لا أدري كم من الوقت قضينا معا نتكلم حول الكبد. ما هو دور الكبد؟ الكبد هو عبارة عن مصنع. نعم يا صديقي، الكبد مصنع كبير جدا، عنده دور التصفية. راح يصفي جسمنا من السموم. راح تسمعوا بحمية التصفية من السموم والديتوكس لكن ليست المشروبات من ستقوم بتصفية جسمك، ولكن صحة كبدك.
إذا يا صديقي قلنا أنه الكبد راح يصفي، يعني كل ما يدخل لجسمك، كل ما يدخل لجسمك ويوصل للأمعاء راح يتم امتصاصه. بعد ما يتم امتصاصه عن طريق وريد يلي بنسميه بابي راح يوصل للكبد، وهنا لازم هو ممر رئيسي. نعم يا صديقي، ممر رئيسي راح يقوم بعمليات جد معقدة. يعني من ناحية الكبد راح يعمل دور مصفاة، راح يصفي كل ما يمكن أن يضر بصحتنا. نعم يا صديقي، الآن تخيل معي أنه جسم الإنسان لو نقارنه بالسيارة راح نشوف أن السيارة يلزم لها وقود للعيش، كذلك جسمنا يلزم له سكريات ومواد طاقة يمكن أن يقوم بوظائفه ونقوم بحياتنا اليومية. نعم، في حالة ما لا يوجد مصدر لهذه الطاقة، هنا الكبد سيقوم بدور المخزون. نعم، في حالة الاحتياج سنقوم بجلب طاقتنا من كبدنا، هذا دور ثاني للكبد. كذلك بالنسبة للسكريات، ركز معي يا صديقي أنه نسبة السكر في الدم تكون دائما معتدلة، سواء بعد الأكل وين راح ترتفع نسبة السكر في الدم، وبعدها راح تنخفض إلى أن تعتدل. كذلك إن لم نأكل المستوى سيكون دائما ثابت. من يقوم بكل هذه التعديلات؟ تخيل يا صديقي، نعم الكبد. في حالة لو لم نأكل، قلنا أنه السكر يكون معتدل. كيف يقوم الكبد بهذا التعديل؟ أولا قلنا أنه راح يجيب من المخزون، وفي حالة ما نفذ المخزون كليا هنا سيقوم بتحويل الدهون إلى سكريات. جسمنا ما يمكن أن يعيش بدون سكريات، هذه قاعدة، بدون طاقة لا يمكننا العيش. لحد الآن شفنا أنه الكبد عبارة عن مصفاة، عبارة عن مصدر تخزين للطاقة ومصدر للصناعة، صناعة السكريات. تكلمنا منذ قليل صديقي أنه مشاكل الكبد ليست فيروسية بقدر ما هي مرتبطة بنظام أكلنا ونظام عيشنا. راح ناخذ مثال وركز معي. لو تكلمنا حول الطيور، البط مثلا، في بعض الدول بيأكلوا الكبد الدهني، أو في فرنسا مثلا يأكلوا الفواغرا. الطبق هذا منتشر بكثرة وبيحبوه الناس، أن الكبد فيه دهون كثيرة. هذه الطيور تقوم بتطوير هذا الكبد الدهني بطريقة طبيعية مقارنة مع الإنسان، لأنها، أنا أتكلم حول الطيور التي البرية، يعني التي تقوم بعملية الهجرة من القطب الشمالي إلى الجنوبي ومن الجنوبي إلى الشمالي. هذه الخاصية هي حالة طبيعية، لأنه ذلك التخزين هو عبارة عن مصدر للطاقة. أنه في تلك الرحلة لا يوجد مصدر للأكل، يعني راح تقوم مسافات طويلة، يعني بطريقة طبيعية راح تخزن وبعدها يتم استهلاك هذه الدهون على شكل طاقة. لأنه هذا الأكل منتشر، يعني لفائدة تجارية، يقومون بتربية هذه الطيور لتشكل كبد دهني. في هذه الحالة يا صديقي، المربي لا يعطيها دهون لكي تشكل دهون. الطيور ما بتأكل دهون، نحن نعطوها سكريات. نعم، سكريات وحبوب وهنا ستقوم بصناعة تلك الدهون في كبدها. مثلا يأتوني ناس للعيادة، ويأتوني كذلك ناس بتسألني، تقول يا دكتور أنا كيف إجاني هذا الكبد الدهني رغم أني ما آكل كثير دهون، ما آكل زبدة ولا آكل دهون حيوانية بكثرة، لكن لو سألته هل تأكل كميات كبيرة من السكر سيقول نعم يا دكتور. وما علاقة السكريات بالدهون؟ في علاقة وطيدة، وطيدة جدا، مقارنة مع تلك الطيور التي تقوم بالهجرة. نحن لما نقوم بتركيب الدهون في الكبد، تلك الدهون لو لم نقم بحرقها
بتمارين رياضية وحرق، يعني حرق الدهون وحرق الطاقة.